السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5 اللي هنتكلم خلاص. أول نقطة، مبروك نادي الزمالك الدوري طبعا خلاص. بيراميدز عجل من فوز الزمالك كده كده بالدوري، كده كده الزمالك كان هيكسب بكرة مستريح جدا يعني. ده والاتحاد مستوى زي الزفت. ما سيبك من النتيجة اللي كسبها 3-0 الماتش اللي فات البنك الاهلي، سيبك من النتيجه دي. لا، الاتحاد مستواه وحش جدا. هو بيراميدز راح مريح وراح خسران النهارده وقال لك يلا ادي الزمالك خليه يريح لعيبته بدري بدري شويه شويه. حاجه تانية، نتكلم على تحليل سواريش، وهاكد تاني ان الراجل ده هجوميا مظلوم، دفاعيا ممتاز. ما عندوش شكل هجومي، بس هتكلم في نقطه صغيره يعني. انا مش في صفه، بس انا حقاني مش اكتر من كده. هنتكلم في النقطه بتاعت التشكيل في الشوط الثاني، كان ايه اللي حصل في ماتش الاسماعيلي. الحاجه الثالثه بقى، الخناقه اللي حصلت من جمهور الاسماعيلي، وانا مش فاهم ده اسميه ايه السبب. وردا على استاذ رضا عبد العال اللي كابتن رضا عبد العال، اللي انا مش فاهم هو بيقول ايه اساسا. وحاجه تحرق الدم وحاجه تنرفز. وقبل اي حاجه عايزين نصلي ونسلم ونزيد وبارك على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلامات. تنساش اللايك، كومنت، اشتراك في القناه عشان يوصلوا بكل جديد. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. مبروك نادي الزمالك الدوري ال 14 اللي حصل عليه النادي الاهلي سنه 77. جمهور الزمالك فرحان فرحه هستيريه. حقك تفرح، ما عنديش اي مشكله، افرح بالبطوله الحرام التانية على التوالي. الحرام تقول لي حرام؟ احتواء حكام عصام عبد الفتاح، كاف، ابتدى اقصد فار واتحاد كوره وكل حاجه كل حاجه وتفويت مباريات من لعيبه وكل حاجه والكلام الجميل ده. فمبروك نادي الزمالك بطولة وعدت، ومبروك وصولك التلت بالنسبة لبطولاتي في الدوري. انت 14 انا 42، التلت بالظبط يعني، انا 3 اضعافك. مبروك، افرح، حقك ان انت تفرح، بس مش من حقك البطولة، مش من حقك خالص. ساعة لما الكاس وخرجت وقلت الكاس، انت حقك ان انت كنت تكسبني وكسبتني، وكان دليل على ان انت تستحق عشان اللعيبة بتاعتي منهكة تماما وبتدلع، فحقك ان انت تكسب. مبروك الكاس، لكن الدوري مش حقك خالص. بس برضه رغم كده هقول لك مبروك، بطولة وعدت. وخلينا نبدأ بطولة جديدة ان شاء الله يكون فيها الحاجة الحال عدل. الخطيب سكر السنة اللي فاتت وسكر السنة دي، الجمهور مش هيستحمل ولا الاهلي هيستحمل ان انت تسقط لسنة ثالثة. المهزلة الكروية وقلة الادب الكروية اللي حصلت، الاهلي مش هيسمح بيها تاني. جمهور الاهلي مش هيستحمل القرف ده تاني. قلة الادب من التحكيم والفار، وقلة الادب الحاصلة دي لا. عشان الناس بتقول الفار السبب ان الزمالك ياخد البطولة. وانا ممكن الفار موجه في تعليمات عايزين يلغوا الفار، فنعمل ايه؟ نوجهه. اصل الفار زفت. عشان فار ما دام الفار وحش خلاص الغيه. لا، هو الموضوع مش موضوع الغيه، موضوع ان هو موجه وباين جدا. شوف الزمالك اللي بيحصل فيه في افريقيا، بياخد التالت او الرابع، يخرج ولا اي حاجه ولا معاه اي حاجه. بقالهم 22 سنه بيقولوا السبت يا زمالك، ويجي في الدوري بالتحكيم بالحب بالتفويض بالتطنيش بالفار بي وياخد الدوري. طب هي دي كوره؟ وبالمناسبه بالشكل الخرا اللي احنا فيه ده، الخراء الكروي اللي احنا فيه ده، عمر ما منتخب مصر هيعمل. عمره. خلينا واضحين، ما دام في ظلم، ما دام ما هيبقى انت مش هيكون لك منتخب مهما وصلت ومهما عليك. خلينا واضحين، ده رقم واحد. رقم اتنين، سواريش. انا عايز اقول انا ما خرجتش حللت المباراه امبارح عشان ما كنتش مشغول، ما كنتش فاضي. يعني كلام بسيط كده. الشوط الاول ما كانش فيه هجوم للاهلي، الاهلي دفاعيا ممتاز. الشوط الثاني لما نزل حسام ونزل عبد القادر، ابتدى في شكل هجومي الى حد ما، ضيعنا كذا فرصه. هل ده معناه ان لما القوه الضاربه للنادي الاهلي في الهجوم ترجع هتفرق مع المدرب؟ انا ما اعرفش. انا مش عايز اظلمه لان هو معهوش اللعيبه الاساسيه، بس في نفس الوقت هو ما عندوش فكر هجومي عكس فيريرا. مش معنى كده ان فيريرا مدرب عالمي، لا، هو فيريرا بيلعب على لعبه مرتده صح قوي، وبيضغط في اول المباراه، يخطف هدف خلاص ينام عليه. ده فيريرا.
راجل مش هجومي، راجل دفاعي بس بيعرف يستغل الهجوم بالمناسبه يعني. وده كان هيبقى النقطة الرابعة بس خلينا نتكلم فيها دلوقتي ما دام الكلام جه. فيريرا لا ينفع قارنه بمانو جوزيه اساسا ولا قارنه بموسيماني. انت دلوقتي 11 مباراة كسبت منها 10، كسبت منها 10 وتعادلت مباراة غالبا حاجة زي كده، بهدف، فرق هدف. تخطف جون تنام بقية المباراة، تخطف جون تدافع بقية المباراة، بس ده اللي انت بتعمله. هجمة مرتدة، بتلعب هجمة مرتدة بس. موسيماني اول 11 مباراة كسب 10، كان كسبان اربعات وخمسات، انت شخصيا مهزوم منه 5-3، اربعات وخمسات وثلاثات، وكان بيدي اي فريق على وشه. وكنا بنخرج نقول لا ده كورته وحشه. دلوقتي انتوا خارجين تتكلموا على فيريرا نتعلم منه، المفروض الدوري كله يتعلم منه. يتعلم منه ايه؟ الحظ والهمبكه؟ مدرب كويس مش هنكر، دفاعيا كويس، ليه فكر هجومي في الهجمات المرتده، اكتر من كده مفيش، اكتر من كده مفيش. الاختبار الحقيقي اللي بجد قصاد الهلال. ولو الهلال لعب راجل هيزعل الفريق ده والله. لو لعب ان هو عايز يكسب بغل لا هيزعل الزمالك، الا اذا بقى الزمالك عرف ان هو يسد دفاعيا فعلا. وهنشوف، احنا هنروح بعيد ليه؟ ده ماتش 9-9 هنشوف. فرصة لنادي الزمالك ان يريح لعيبته بقى، خلاص الدوري خلص قبلها ب3 اسابيع، مبروك نادي الزمالك ايا كان يعني. الحاجة التالتة بقى او الرابعة خلينا نتكلم في رضا عبد العال واللي حصل. هو صح من الجمهور الاسماعيلي يستنى جمهور الاهلي وحد في العربية بالطوب؟ هو انتوا ايه؟ هو جمهور الاهلي اعدائكم؟ ده السؤال بجد والله. ويخرج الناس تقول الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ انتوا شايفين المهازل الكرويه وقله الادب من الجمهور اللي حاصله؟ ايه كنت يعني معلش اللي حصل اول امبارح كان المفروض ان احنا ايه؟ نستنى جريمه قتل او يحصل قتل تاني؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا ويخرج رضا عبد العال يقول لك ظلم ومش ظلم وانتوا ما بتروحوش تلعبوا في اسماعيليه. انت ايه ده؟ الامن ادرى بالكلام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ ويخرج يقول لك الاهلي استفزهم زي ما استفزوا بورسعيد فقتلوه. انت بتبرر ايه؟ انت بتبرر ايه؟ عايز افهم بس انت بتبرر ايه؟ انت بتبرر ايه؟ بتبرر القتل ان جماهير الاهلي استفزتهم؟ ايه ده؟ خبر اسود. ايه العقل ده يا جدعان؟ ايه ده؟ لا بجد والله العظيم حاجه مستفزه جدا. يعني انت يعني دلوقتي بني ادم استفزني اروح ازهق روحه، اروح اموته؟ انت بتبرر ده؟ لا بيقول لك اصل تلاقي جمهور الاهلي هو اللي عصب جمهور الاسماعيلي، هم اللي كانوا مستنيين. ترجع تقول لي ليه ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ اذا كان احنا كنا في اسكندريه والامن ما عملش، يعني الامن ادرى بكل شيء. تقول لي مظلوم؟ هو ايه اللي مظلوم؟ انت اللي ظالمني ما بتلعبش في القاهره. المصري انت بتروح له ماتشين في اسكندريه، انت ظالمني انا. انت بتفكر ازاي؟ واني عقل؟ لا والادهى من ده كله يقول لك جمهور الاهلي هو اللي استفز جمهور الاسماعيلي زي ما استفز بورسعيد فقتلوه. انت بتبرر القتل عشان استفزاز؟ هو في عقل كده يا جدعان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين لو انت بتقول بتستفز، ما اظن احنا والزمالك اكتر اتنين نستفز في بعض. لما اخد بطولة بقعد اعلم عليه، انا اخد بطولة هو يقعد يتكلم ويقول لي اصل حرام ومش حرام، هو ياخد بطولة بتكلم واقول له حرام ومش حرام، ونقعد ناري ونير انا وهو. رغم كده احنا اصحاب واخوات. انا من اعز اصدقائي واحد زملكاوي، لا عمرنا اتخانقنا ولا شدينا ولا ضرب ولا كامل اللي انت بتقوله ده. ايه ده؟ نقعد نستفز في بعض في الماتش قد كده وفي البطولات ونقعد نتكلم. بس اعز اصحابي زملكاوي بيبقوا اخوات، اخ زملكاوي اخ اهلاوي بيقعدوا يتخانقوا مع بعض عادي جدا. بس مجرد ماتش لا يبقى في مد ايد ولا طوب ولا قتل يا رضا عبد العال. ده انت مش ممكن بجد. ربنا يرحمنا من امثال والعقليه والتعصب الكروي اللي حاصل في الاعلام ده بجد والله العظيم. الناس دي المفروض يعني كلها تتمحي على القنوات. احنا مش هنفوق، ولو هنفضل كده عمرنا ما هتقوم لنا قومه. حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم. على العموم كده وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم Give Me 5.
وكان معاكم مستر احمد اسماعيل، وكمان مره مبروك نادي الزمالك كسر رقم حسام عاشور اللي هو 13. هو خد الزمالك خد ال 14. مبروك عليك، اللي انا كنت واخدها من 35 45 سنه اظن، 45 سنه مبروك نادي الزمالك البطوله اللي انت بتحتفل بيها. يعني انا اظن واحد عنده يعني ايه هنقول ايه، انا دلوقتي عندي كام سنه؟ عندي 29 سنه، مولود 93. انا بحتفل بالاهلي واخد 20 بطوله دوري مثلا، والزمالك بيحتفل لسه بيفكر يحتفل من ساعه نشأته بال 14. مبروك نادي الزمالك وصول التالت الاهلي، ومبروك كسر رقم حسام عاشور. وبكده وصلنا لنهايه حياتنا، واستنوني في حلقه جديده من برنامجكم جيف مي 5. كان معاكم مستر احمد اسماعيل، السلام عليكم.